قصتنا بتبدأ بإيسيتي اللي بتكون متجوزة يهودي وعايشة معاه هو وأهله في نيويورك، وبنشوفها وهي بتلم هدومها وكل الحاجات اللي محتاجاها علشان قررت إنها تسيب البيت وتهرب، وبتخلص وبتروح لمدرسة الموسيقى بتاعتها واللي بتكون مجهزة لها تذكرة الطيارة وفلوس كمان علشان تخليها معاها، وبتحضنها إيسيتي وبتمشي. وده بيكون في نفس الوقت اللي بتكون عيلة جوزها يانكي كلهم متجمعين وملاحظين غياب إيسيتي من وسطهم. فبيروح يانكي البيت ومش بيلاقيها، وبيعرف انها هربت لما ما بيلاقيش حاجتها، وبيعرف اهله وبيبدأوا يتناقشوا في ايه السبب اللي خلاها تعمل كده. فبيرد يانكي وبيقول لهم انها ما كانتش مبسوطة معاه اصلا. فبترد مامته وبتقوله انها بنت مش كويسة اصلا وما تستاهلهوش، وبتقول ان اكيد سبب من الاسباب اللي خلاها تعمل كده ان مامتها ما كانتش موجودة في حياتها وباباها مش فايق لها. وبعدها بنشوف إيسيتي بعد ما وصلت برلين وبتعيط من كتر الفرحة وإنها أخيرا اتحررت من جوزها وعيلته، وبتروح لبيت مامتها وبترن الجرس لكن محدش بيفتح، وبتقف ثانية وتفتكر اللحظة اللي عمتها دخلت عليهم وقالت إن هي جايبالها عريس، وبترجع للحاضر وتفتح الهدية اللي مدرستها سابتها لها وبتلاقيها بوصلة. وبعدها بتروح علشان تجيب قهوة وبتلاقي ولد جايب قهوة كتير ليه هو وزمايله، فبتقرر إنها تساعده وبتشيل معاه وبتوصله، وبتشوف زمايله وبيسلموا عليها. وبعدين بيدخلوا كلهم أوضة الموسيقى وبنعرف إن ده معهد للموسيقى، وبتدخل إيسيتي وراهم من غير ما حد ياخد باله وبتشوفهم وهما بيعزفوا وبتنبهر بعزفهم. وبترجع فلاش باك في اليوم اللي قعدت فيه مع يانكي علشان تتعرف عليه، وعجبها شخصيته علشان بيسافر كتير وبيحب الموسيقى زيها، وقالت له وقتها إنها مختلفة عن باقي البنات، فرد عليها وقال لها إن الاختلاف حاجة حلوة وفرحت برده. وبترجع للحاضر وبيخلصوا الفرقة عزفهم وبتروح لهم إيسيتي وبتقول لهم إن عزفهم حلو جدا وبيفرحوا بكلامها وبيعزموها تخرج معاهم. وفي الوقت ده بيكون يانكي ومويشي ابن عمه بيدوروا عليها، وأول مكان بيدوروا عليها فيه هو بيت أهلها طبعا. بس المفاجأة إن أهلها مش بيكونوا عارفين إنها مشيت ولا يعرفوا عنها حاجة أصلا. وبيدخل يانكي أوضتها وبيشوف كراسة الموسيقى بتاعتها من قبل ما يتجوزوا. وبنرجع لإيسيتي اللي بتفكر لما راحت مع باباها لمدرسة الموسيقى اللي مأجرة منهم بيتهم علشان ياخدوا منها الإيجار، وبتكون إيسيتي منبهرة بالبيانو وبتلاحظ المدرسة وبتعرض عليها إنها تعلمها. وفي الحاضر بتكون إيسيتي راحت مع الشباب اللي اتعرفت عليهم على البحر، وبتنزل البحر وبتقلع الباروكة وبتحس وقتها انها حرة، وبتكون خلصت من اخر حاجة كانت بتحسسها بالعبودية من ناحية جوزها واهله. وبالليل مش بتلاقي مكان تنام فيه فبتروح لمعهد الموسيقى وبتدخله علشان تنام فيه. وبنشوف يانكي واهله متجمعين وبيبلغهم يانكي انه عارف ان إيسيتي حامل من خلال رسالة على تليفونها، وبيقولوا له ياخد مويشي ويروحوا برلين ويدوروا عليها لغاية ما يلاقوها. وتاني يوم الصبح بتصحى إيسيتي من خضة الموظفة لما شافتها نايمة في الأوضة، وبتروح تبلغ مدرس الموسيقى، ولما بيجي بتعتذر له إيسيتي وبتمشي، لكن هو بيطلب منها إنها تقبل عزومته على الفطار وبيروحوا يفطروا سوا. وبتطلب منه إيسيتي إنها تبقى من ضمن المجموعة، فبيقول لها على الإجراءات اللي المفروض تعملها، وبيقول لها إن في اختبار طبعا علشان يحدد هتتقبل ولا لأ. وفي الوقت ده بيكون يانكي ومويشي وصلوا برلين وراحوا للفندق اللي هيقعدوا فيه. وبعدها بشوية بتيجي علبة مقفولة لمويشي وبيفتحها يانكي وبيلاقي جواها مسدس. وبعدها بنشوف إيسيتي وهي رايحة تقدم في المعهد وبتقول لها الموظفة إن اللي بيدخلوا المعهد لازم يكونوا عندهم موهبة كبيرة لأن مش أي حد بيدخله، وبتقول لها ما تحطش أمل على دخوله، وبتاخد منها العنوان اللي هيوصل عليه ميعاد الاختبار. فبتديلها إيسيتي عنوان مامتها في برلين. وبعدها بنشوف يانكي ومويشي وهم رايحين لمامتها علشان يدوروا عليها هناك، ولما بيوصلوا بيسألوا عليها فبتقول لهم إنها ما تعرفش عنها حاجة. فبيهددها مويشي لكنها مش بتخاف منه وبتقول له إن هو هنا في ألمانيا مش في نيويورك، وبتقفل الباب في وشهم. وبتروح إيسيتي علشان تحضر درس الموسيقى وتسمع باقي المجموعة هما بيتكلموا عليها وبيعلقوا على شعرها وبيفكروا إنها عندها سرطان، بس واحدة منهم بتقول لهم إنها يهودية ودي الشريعة عندهم، وبتتضايق وبتدخل ترد عليهم. وبيجي في الوقت ده المدرب ويبدأ في العزف، وتفضل تتفرج إيسيتي عليهم وتكون مبسوطة جدا. ويبدأ المدرب يعلق على غلط كل واحد علشان يطوره، ومنهم داسيا اللي بتكون بتعزف حلو لكن بتخرج عن المقطوعات اللي المدرب حاططها. وبعد ما بيخلصوا وبيخرجوا من المكان بتتكلم معاها إيسيتي وتسألها مالها، فبترد عليها داسيا وبتقول لها إنها عندها ضغوطات اليومين دول علشان كده مش قادرة تركز، ويفضلوا يتكلموا شوية.
وبعد ما بيخلصوا بتعزمها على العشاء عندها بالليل. وأول ما بتروح العشاء بتتفاجئ بباقي المجموعة هناك وتسلم عليهم وتساعدهم في تحضير الأكل، وتبدأ تحكي لهم عن جدتها اللي علمتها ازاي تطبخ. وبيسألها شاب من المجموعة هي ليه اجت برلين وسابت نيويورك مع ان فيها احسن معاهد للموسيقى، فبتشرح له الموضوع وبتقول له انها حبت تبعد عن اهلها لانهم كانوا بيتحكموا فيها، وكانت عايزة تحس انها حرة زي دلوقتي. وبعد ما بيخلصوا الاكل بتطلب بنت منهم انها توريهم عزفها، وبتعزف إيسيتي. وبعد ما بتخلص بتقول لها البنت ان عزفها جميل بس مش هيكون كفاية علشان تدخل المعهد لان مش اي حد بيدخله. فبتتضايق جدا إيسيتي وبتحس ان حلمها راح منها، وبتمشي وبتسيبهم وتفضل ماشية تعيط في الشارع. وبتروح تتصل بجدتها وبتقول لها انها وحشتها جدا، بس جدتها بتقفل في وشها التليفون علشان اللي عملته. وبترجع فلاش باك وتفتكر اليوم اللي جدتها حلقت لها شعرها فيه علشان الشريعة اليهودية، وكانت زعلانة جدا بس كانت بتبين عكس كده. وتاني يوم بتروح إيسيتي وهي متضايقة علشان تسحب ملف التقديم للمعهد، بس الموظفة بتقول لها انهم خلاص بعتوا لها جواب على العنوان اللي كتبته وفي ميعاد الاختبار، ولجنة الاختبار خلاص اتحددت ومش هينفع تتلغي. وفي نفس اللحظة بيوصل الجواب لمامة إيسيتي، وأول ما بتفتحه بتتفاجئ إن إيسيتي في برلين، لكنها بتفرح وبتطمن إنها بخير. وبعدها بنشوف إيسيتي وهي عند الدكتور في متابعة الحمل، وبتاخد قرار وقتها إنها مش هتعمل إجهاض للطفل ده، وبتشوفه في السونار وبتحس بشعور جميل وجديد عليها. وبترجع بالذاكرة للماضي وتفتكر لما طلبت من عمتها إنها تساعدها علشان تسيب بيت يانكي، بس عمتها رفضت بشدة وقالت لها إنها مش هتسمح لها إن هي تبوظ شكلهم قدام الناس. وبتمر سنة على جوازهم وبيضغط يانكي عليها في موضوع الخلفة، لكنها بتكون رافضة الموضوع دلوقتي وبتطلب منه إن أهله ما يتدخلوش في الموضوع ده. وبنرجع للحاضر وبيدخل مويشي بيت مامة إيسيتي وهي مش موجودة، وبيشوف الجواب اللي معهد الموسيقى بعته وبيصوره كمان. ولما بترجع مامة إيسيتي بتلاقي فيه موزة متاكلة ومحطوطة على الترابيزة، فبتفهم إن يانكي أو مويشي دخلوا البيت. وبتكون إيسيتي واقفة مع أصحابها بتتكلم معاهم، وفي نفس الوقت بيكون مويشي راح هناك وبيشوفها وبيفضل ماشي وراها هي وأصحابها لغاية ما بيروحوا بار وبيشوفها وهي بترقص مع ولد وبيصورها كمان. ونرجع للماضي في اليوم اللي اكتشفت فيه إيسيتي إنها حامل، وبتكون فرحانة جدا. وأول ما يانكي بيجي بتكون هتقوله خلاص، لكنه بيتخانق معاها وبيقول لها إنه هيطلقها لأنها زوجة مستهترة ومش هتكون أم كويسة. فبتتضايق إيسيتي وبتمشي وبتسيبه. وفي الحاضر بيوري مويشي ليانكي صورة إيسيتي مع الولد، وبيتضايق جدا يانكي وبيروح لبيت مامتها ويفضل يدور عليها، وبيعتذر لمامتها على سوء معاملته لإيسيتي الفترة اللي فاتت دي. فبتنصحه مامتها إن هو يعرف إيسيتي محتاجة إيه اللي يكون في علاقتهم علشان يقدروا يكملوا مع بعض، وبيسمع نصيحتها. وبنشوف إيسيتي وهي بتشتري حاجة وبيجي مويشي وبيخطفها بالعربية، وفي الوقت ده بيكون يانكي بيشتري لها هدية علشان يصالحها بيها. وأما مويشي بيوديها مكان بيقعدوا فيه هما الاتنين، وبيحكي لها إن المكان ده اللي مات فيه يهوديين كتير بسبب الألمان، وبيسألها إزاي هتربي ابنك في مكان زي ده ولوحدك. فبترد عليه وبتقوله إنها مش لوحدها وإن مامتها معاها. فبيضحك وبيقول لها مامتك اللي سابتك وانتي صغيرة. وقبل ما بيمشي بيطلع مسدس وبيسيبه لها وبيقول لها خليه معاكي، اكيد هتحتاجيه لما الدنيا تقفل في وشك. وبيمشي وبيسيبها. وبعدها بتروح إيسيتي لمامتها البيت وتقعد تتكلم معاها عن اللي مويشي عمله واللي قاله لها، وبتكون مصدقه الكلام اللي قاله لها انها مش هتعرف تربي ابنها لانها مش معاها فلوس ولا متعلمه ولوحدها. فبتوعدها مامتها ان هي هتساعدها وانها مش هتسيبها لوحدها تاني لان هي ما سابتهاش اولاني، وبتعرفها ان هي ما سابتهاش اول مره علشان تسيبها دلوقتي. وبتحكي لها ان هي لما اتجوزت كانوا اهل جوزها بيعاملوها بطريقه مش حلوه، فاخدتها وهربت بيها، بس عرفوا يوصلوا لها واخدوها منها بالعافيه وحذروها من انها تقرب منها تاني. وبتتصدم إيسيتي من الكلام ده لانهم كانوا مفهمينها ان هي اللي سابتها ومش عايزاها. وبتفتكر لما راحت لمدرسة الموسيقى بتاعتها وطلبت منها انها تساعدها تهرب من جوزها وتروح لبرلين، ووريتها الجنسية الألمانية بتاعتها وباعت كل مجوهراتها وقتها علشان توفر مصاريف السفر. وبنرجع للحاضر وبتموت جدة إيسيتي بأزمة قلبية، وإيسيتي بتكون بتجهز هي ومامتها علشان اختبار المعهد، وبتروح لمكان الاختبار وبتكون مامتها وأصحابها حاضرين الاختبار. بس المفاجأة لما بتقول إيسيتي للجنة انها هتغني ومش هتعزف، وبتبدأ تغني. وبعد ما بتخلص بيسألها واحد من اللجنة اشمعنى الأغنية دي، فبتقوله ان جدتها هي اللي علمتها لها وكانت دايما بتغنيها لها، فبيطلب منها انها تغني حاجة تانية وتكون مناسبة لصوتها اكتر. وبيكون يانكي اجل الاختبار، واول ما بيسمع صوتها بيتفاجئ من موهبتها،
وبتخلص وبتروح لأصحابها وبتعرفهم على مامتها. وبعدها بيجيلها يانكي وبيخرجوا يتمشوا مع بعض، وبيقولها ان صوتها حلو جدا، فبتقوله ان في حاجات كتير هو ما يعرفهاش عنها وانها لسه بتكتشف نفسها. فبيرد عليها وبيقولها ايه رأيك لما نكتشف نفسنا مع بعض. وبنشوفها وهي في اوضتها وبيديلها الهدية اللي جابها لها، وبيطلب منها انهم يرجعوا تاني لبعض ويعيشوا في سعادة بوجود طفلهم ما بينهم. بس اسيتي بترفض، فبيمسك المقص وبيقص شعره علشان يثبت لها ان هو ممكن يتغير علشانها. وبيفضلوا يعيطوا هما الاتنين، وبتقوله إيسيتي ان الوقت عدى خلاص على الكلام ده، وبتمشي وبتسيبه. وبتشوف مويشي وهي خارجة من الفندق، وبيقول لها ان في يوم هيجوا وياخدوا ابنها منها، بس هي مش بتهتم بكلامه وبتمشي. وبتروح للكافيه اللي قعدت فيه اول مرة لما وصلت برلين، وبتشوف اصحابها وهم جايين لها، وبتكون فرحانة باللي وصلت له وانها غيرت حياتها للحياة اللي تستحقها وتناسبها. وهنا بتكون نهاية حكايتنا.